السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقات جديدة من نفحات الربانية، نسأل فيها كيف نحيا رمضان بقلوب حية. تهيئة القلب تكون أولا بترك الضغائن، ثانيا بالعودة إلى كتاب الله وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ثالثا قطع التعلق بما يلهي النفس ويؤدي إلى فساد القلب. القلب إن صلح صلح الجسد كله، وإن فسد فسد الجسد كله. هذا ما أشار إليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه عنه الصحابي النعمان بن بشير رضي الله عنهما، حيث قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. بسم الله الرحمن الرحيم. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. صدق الله العظيم. ابدأ بقلبك وستجد رمضانا مختلفا عما مضى. ألقاكم قريبا بإذن الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.